أهلا بيكم في قناتكم حواديت ومغامرات نونا. بابا، انت مشيت وسبتني لوحدي وانا مش عارف اعمل ايه بعدك، والاسد سكار الشرير ده مش هيسيبني في حالي. انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. ربنا يستر بقى. بص بقى يا زرافة، أنا مش مرتاحة لحكم الأسد سكار للغابة، وأكيد هو ناوي على الشر. وبعد موت الأسد سيمبا واختفاء ابنه في ظروف غامضة، وكان من المفروض إن ابن سيمبا يبقى الحاكم الجديد للغابة، بس كده خلاص مفيش قدامنا غير سكار الأسد المغرور الشرير ده يكون حاكم للمملكة بتاعتنا، وده مصيرنا. أيوة فعلا. الوضع مش مريح خالص، ولازم نفكر كويس في حل المستقبل الغابة وجميع الحيوانات عشان نكون في خير وأمان زي أيام سيمبا. لقيتها يا زرافة، أنا جيت لي فكرة كويسة جدا. يلا نجمع مجموعة من الحيوانات ونروح لعرين الأسد سكار، ولما نروح هناك هعرفك هنعمل إيه بالظبط. بص بقى يا سكار، إحنا جينا ليك بمجموعة من حيوانات الغابة عشان موضوع مهم جدا. إيه يا جماعة؟ خير، حصل إيه؟ يا سكار، إحنا جينا ليك كلنا علشان نتفق مع بعض على مستقبل الغابة. إحنا قررنا مع بعض إن مفيش أي حيوان يأذي حيوان تاني خالص، وده في مصلحة الجميع. وإنت دلوقتي ملك الغابة، ولازم تبقى قدوة لينا وتبدأ بنفسك، ونعاهد بعض دلوقتي على عدم التعدي على أي حيوان مهما كانت الظروف والأسباب. أيوة، جميل خالص. ده انتوا بقيتوا بتعملوا اجتماعات سرية بقى وبتتفقوا مع بعض وبتاخدوا قرارات كمان. خلاص ماشي، أنا هريحكم. يا حيوانات الغابة، ده عهد مني ومنكم جميعا علشان نعيش كل الحيوانات مع بعض في أمن وسلام. مفيش أي حيوان هيتعدى أو يأذي أي حيوان تاني مهما كانت الظروف أو الأسباب. طمني يا دكتور على ابني، أنا خايف عليه قوي. بصراحة يا ملك الغابة، الوضع مش مطمن خالص. ابنك كل يوم حالته بتبقى أسوأ. يعني مفيش حل ولا علاج في أي مكان يا دكتور؟ أنا ممكن أعمل أي حاجة عشان صحة ابني وعشان يعيش. مفيش غير حل واحد، ومش قدامك أي حاجة تانية غيره. يعني أنت عندك حل وساكت؟ قول عليه بسرعة. ابنك محتاج ياكل قلب حمار وحشي عشان يخف. قلب حمار وحشي؟ وإيه يعني؟ أنا ملك الغابة وأقدر أعمل أي حاجة. أيوة، أقدر أعمل أي حاجة. كلها ساعات يا دكتور، ويكون الطلب عندك. الفرصة قربت خلاص. أنا متابع قطيع الحمير الوحشية ده من الصبح، ومستني أي حد منهم يبعد عن القطيع. ودلوقتي في حمار وحشي صغير واقف لوحده بعيد عن القطيع. كويس، أكيد هو مش هيقاوم، وكمان مفيش حد هيشوفني. يا خبر، ايه اللي انا شايفه ده؟ الاسد سكار بيصطاد حمار وحشي. هو نسي العهد اللي خده على نفسه قدام كل الحيوانات. فعلا الاسد سكار ده
أسد غدار ومغرور. مش عارف أم الحمار المسكين ده هتعمل إيه لما تعرف إن سكار اصطاده. اتفضل يا دكتور، ده حمار وحشي. للأسف يا ملك الغابة، ما عادش لي لازمة، الوقت اتأخر جدا. والله ما أنا عارف أقولك إيه. أنت فقدت ابنك يا ملك الغابة، البقية في حياتك. إيه لا لا. يا ترى انت فين يا ابني؟ رحت فين؟ انا قلقان عليك قوي. لو سمحت يا صقر، لو سمحت. نعم، في حاجة؟ ما شفتش ابني، اصله ضاع مني بقاله شوية وانا خايفة عليه قوي. ابنك؟ بصراحة الأسد سكار اصطاد ابنك. بتقول ايه؟ سكار؟ ازاي؟ والعهد والاتفاق اللي ما بيننا. هاي، حد هنا سمعني؟ اسمعي كده يا زرافة، أنا حاسة إني سمعت صوت. أنا هنا، أنا سيمبا محبوس هنا ومحتاج حد يخرجني. سيمبا؟ ده بجد؟ ده صوت سيمبا. سيمبا أنت عايش؟ كنت فين ومين اللي حبسك هنا؟ الأسد سكار هو اللي عمل فيا كده. سكار تاني؟ انت لازم تخرج من هنا ونرجع بيك للغابة ونعزل سكار الغدار عشان يرجع الأمن تاني ونعيش في سلام. سكار، انت موتت ابني، حرام عليك. فين العهد اللي خدته على نفسك قدام كل الحيوانات؟ ابنك مين؟ مين قالك إنه أنا عملت كده؟ بلاش كدب بقى ولف ودوران يا سكار، أنا شفتك أنا والثعلب بعينينا. ظهرت على حقيقتك يا سكار أخيرا، وإحنا لقينا سيمبا. انت لازم تمشي من هنا وتشوف ليك مكان تاني تعيش فيه. خلاص محدش هنا بيحبك، امشي يلا وسيبنا، امشي. أنا مبسوط أوي إني رجعت لكم يا أصحابي، وإن شاء الله يرجع الأمن تاني للغابة ونعيش مع بعض في سعادة وسلام. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. استنونا في حدوتة ومغامرة جديدة على قناتكم حواديت ومغامرات نونا.